احتفلت وزارة الفلاحة اليوم بتكريم الفائزين في الدورة الثامنة لمسابقة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون تونسي بكر ممتاز لعام 2025. وقد حصل الفلاح ماهر بن إسماعيل من منطقة تكاب بمحافظة مجاز الباب على المرتبة الأولى في صنف الثمر الحاد لإنتاجه زيت الزيتون البيولوجي. وأعرب بن إسماعيل في تصريح خاص عن اعتقاده بأن هذه المسابقات الرسمية تشكل حافزا قويا لمنتجي زيت الزيتون، مشيرا إلى أن المنتجين التونسيين يعملون بجد لتحسين جودة منتجاتهم لتكون قادرة على منافسة الزيوت الأوروبية بل بفوقها في بعض الأحيان. كما دعا الجهات المعنية إلى بذل المزيد من الجهود لدعم الفلاحين وتمكين زيت الزيتون التونسي من أن يصبح منتجا عالميا بامتياز. وشارك في هذه الدورة 156 عينة من مختلف أصناف الزيتون ومن كافة أنحاء البلاد، منها 30 عينة من الصنف الثمري الناضج، و40 عينة من الصنف الثمري الأخضر الخفيف، و36 عينة من الصنف الثمري الأخضر المتوسط، و20 عينة من على الصنف الثمار الأخضر الحاد. وقد اختارت لجنة التحكيم التابعة للديوان الوطني للزيت والمعتمدة من قبل المجلس الدولي للزيتون 24 عينة فائزة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تستجيب لكافة المعايير العالمية المعتمدة في مسابقة الجودة ماريو سوليناس التي ينظمها المجلس الدولي للزيتون سنوياً. أصدرت شركة فسفات قفصة اليوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 بيانا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أعربت فيه عن أسفها لما ورد في بيان الجامعة العامة للمناجم الصادر يوم أمس الاثنين. واعتبرت الشركة أن الاتهامات الموجهة إليها لا تستند إلى وقائع ثابتة، وأن مثل هذه التصريحات تخلق أجواء من عدم الثقة وتضرب السلم الاجتماعي داخل الشركة. يأتي هذا الرد بعد أن أصدرت الجامعة العامة للمناجم بياناً أعلنت فيه عن استعدادها للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تشمل إعلان أضراب عام وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وقد بررت النقابة بهذه الخطوات بالمشاكل والصعوبات التي تعاني منها شركة فات قفصة ونقل المواد المنجمية، والتي وصفتها بأنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق العمال. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا يقضي بالسجن لمدة 7 سنوات في حق أحد أقارب الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. كما قضت الدائرة ذاتها بالسجن لنفس المدة في حق متهم آخر لا يزال هاربا، مع فرض غرامات مالية تقدر بحوالي 70 مليون دينار تونسي. وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت سابقا إحالة القريب السابق للزعيم الليبي والمتهم الثاني على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهما في قضايا تتعلق بجرائم مالية. صرح السيد سامي الشامخة مدير منتدى وصالون الماء والري والطاقة بأن هذه التظاهرة تمثل استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة في مجالات إدارة الموارد المائية وحماية البيئة وإنتاج الطاقة ومواجهة للتحديات المتعلقة بنقص المياه وللتلوث البيئي. وأضاف الشامخ أن الدولة قد وضعت استراتيجية شاملة في هذا المجال تمتد حتى عام 2050، وأن هذا المنتدى يأتي لمواكبة هذه الرؤية الطموحة وتقديم الحلول العملية للتحديات القائمة. وقد أقيم حفل الافتتاح اليوم بقصر المعارض بالكرم، حيث تستمر فعاليات المنتدى حتى يوم 20 يونيو الجاري. وأكد الشامخ أن هذه الدورة تمثل المبادرة الأولى من نوعها المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والري، وتهدف إلى دعم جهود الدولة في هذه القطاعات الحيوية. ويشارك في المنتدى أكثر من 60 عارضاً يمثلون مؤسسات حكومية وخاصة، يعرضون أحدث التقنيات والمعدات والحلول المتطورة في هذه المجالات. كما يشمل البرنامج أكثر من 25 محاضرة يلقيها خبراء وفنيون من تونس وخارجها، يناقشون خلالها سبل مواجهة مشكلة شح المياه ووضع برامج فعالة لترشيد الاستهلاك. وأشار الشامخ إلى الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستقبلية، كما نوه بضرورة توجيه القطاع الزراعي نحو تبني أساليب أكثر كفاءة في استهلاك المياه.
وأعرب عن أمله في أن يتحول هذا المنتدى خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى تظاهرة دولية رفيعة المستوى. قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد السيد الحطاب بن عثمان، الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية، وعدد من أعضاء النقابة. وقد تقرر إحالة الملف إلى الرئيس الأول للمحكمة لاتخاذ القرار المناسب بشأن إحالته إلى دائرة قضائية أخرى. وحضر ابن عثمان الجلسة اليوم الثلاثاء وهو رهن الإيقاف برفقة عدد من المتهمين الآخرين من أعضاء النقابة، حيث كانوا يطعنون في الأحكام الابتدائية التي قضت بسجنهم لفترات تتراوح بين 3 و4 سنوات. وقد قررت الدائرة القضائية المختصة مباشرة بعد بدء الجلسة تأجيل النظر في القضية وإحالة الملف إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك لأن أحد أعضاء الدائرة كان قد نظر في القضية سابقا أثناء عمله في دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف. ويذكر أن ابن عثمان كان قد حكم عليه في القضية بالسجن لمدة 14 سنة و3 أشهر، بينما تراوحت أحكام المتهمين الآخرين بين 3 و5 سنوات سجنا قبل أن يستأنفوا هذه الأحكام. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس الاثنين الموافق 16 يونيو 2025 بسجن النائب السابق في البرلمان المنحل وليد الجلاد لمدة 6 سنوات مع فرض غرامة مالية. كما قضت بالسجن لمدة 2 عام على متهم آخر في القضية نفسها. وحضر الجلاد الجلسة وهو رهن الإيقاف برفقة متهم آخر كان قد أفرج عنه بكفالة، حيث يواجهان تهمة تتعلق بالإثراء غير المشروع وعمليات غسل الأموال. وبعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي الدفاع عن المتهمين، قررت حجز الملف للنطق بالحكم في نهاية الجلسة. وبعد المداولات، أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسجن الجلاد 6 سنوات مع غرامة مالية، بينما حكمت على المتهم الثاني ب2 سنين سجنا.